الوزير ديال وزير فاشل ديال الجاره الشرقيه البراوي، هذا الوزير هذا دار واحد الفيديو كيهضر فيه على المغرب، ما عنده ما يدار، حتى هو كيعمر دابا ولا اللي نعيطو تاع على فؤاد باش يرد على هذه الهضره اللي قال، لان فيها بزاف ديال الكذوب وبزاف ديال المغالطات. باش نسمعوا الوزير الفاشل. هذا الوزير هذا راه كان ديما عندنا هنا، فاش كان باقي فاشل كان رئيس ديال شي جامعه ديال المسيفه، اتحاد المسيفه عندهم وداك الشيء، ولا ما عرفت ديال شي رياضه، ومن بعد دخلوه ولا ملي طلع ولا وزير باش تربح النقاط. سبحان الله العظيم، بلاد عايشه واقفه على المغرب باش تربح النقاط، ولا باش يقولوا يرضوا عليك ولا خصك تهضر على المغرب وتهضر على المغاربه وتهضر. والمهم الفشل الذريع، المغرب محمقهم، ما عندك ما دير هادشي اللي عطا الله. كتشوف الناس كيكونوا بعقلهم وغاديين بخير، عا كتجبد لهم المغرب ولا كتجبد لهم شي حاجه فيها المغرب، بنادم كيتسطى. الله يشافي ما خلق وصافي. داكور، حنا في الاول نعرفوا بعدا اش قال هذا الوزير الفاشل، لان واحد كيكذب على الميتين ما كيكذبش على الناس اللي حيين. الميتين تقدر تكذب عليهم لانه ما كاينش اللي غيجاوبك، ولكن تكذب على الناس حيين ما غيسكتوش لك. هذه واحد. ثاني حاجه باش غير حيت هما داخلين كيتفرجوا فينا وكيسمعوا فينا، سبحان الله حاضرين معنا وحنا حنا عارفينكم كتشوفوا فينا وعارفينكم غادي تاخذوا من عندنا، كنعطيوكم باش راه غتقولوا كلمه غنقولوا 10، غتقولوا جوج غنقولوا 100، واللي كذاب فيكم راه غنقولوا راه كذاب باش الناس يفهموا. حيت بعض المرات كنقولوا ما نتسوقوش ليهم كاع، حنا مسالين نبقى لا تقول كلمه نخرجوا لك ب 10 الكلمات، لحقاش ولا الكذب ولا الكذب حتى ولا واحد الاخر متيقين راسهم هما كيكذب الكذب وكيتيق. اسمع تحكوا شويه انا بيناتهم كيحفروا بعضياتهم. هذا الفاشل قال لك ملي جات الضربه منا، اذا انت واحد كيحفر لواحد، نتوما فاشلين بيناتكم كتحفروا لبعضياتكم. ها الفشل، ها الاعتراف الاول. جات الضربه قال لك جات منا. الضربه كيطلع عليه من السطح وكيتعاروا وياه. قال لك سيدي واسمع الحال، والترى كذاب، هذا ماشي كذاب، هذا نصاب، هذا كيكذب وكينصب اصاحبي. قال لك اسمع باللارج ولا مقاوم. ما غتشوف وهذا ما غتشوف. قال لك رئيس اتحاديه المصارعه كان رئيس اتحاد كونفدرالي افريقي، 3 العوام. الله يا خويا الله يعوذ بالله، فين عمر شي واحد من الجاره الشرقيه كان رئيس كونفدرالي افريقي؟ وترى الكذوب بعينيه. هذا الكذوب كيتمشى بعينيه، كيكذب اصاحبي. وقال لك جابوا بغى يعطيه الموندا وما بغاش يعطيه، ولا امين المال مع رئيس الكونفدراليه مغربي، وقال لك هذا المغربي اشد خطوره من القجع. نعيطوا لهذا المغربي فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي للمصارعه. سي فؤاد، اهلا وسهلا زميل العمري والاخوه مرافقيك في هذه الحلقه. فؤاد، عايز انا هضروا لي على هذا الوزير الفاشل وانا كنسمع وجاتني بيزا هاد الهضره اللي قال. انا بغيتك تجاوبنا على واش عمر بعدا كان شي واحد من هوك كان رئيس اتحاد الكونفدراليه 3 العهاد. هذه ما عمري ابدا لا يمكن ان نكذب على التاريخ الاخ العمري والمستمعين الكرام. غادي نوقفوا امام واحد الحاله شاذه، واحد الحاله غير طبيعيه، ان هذا الشخص هذا اللي هو قبل ان يكون وزير اولا، ثم اثناء توليه حقيبه الوزاره كوزير الرياده في الجزائر الشقيقه، انه اليوم يؤكد قبل يومين من خلال هذا التصريح للتلفزيون الرسمي ان اولا 3 العناصر تستشف من خلال هذا التصريح. الاولى انه كان اكثر خطوره من مسيلم الكذاب. لماذا؟ لانه اولا هادشي ما كيضحكش السي العمري، والله العظيم هادشي يزرع القلق ويزرع الشك الثابت ويزرع ان هناك عداء ممنهج. يعني هذا الولد هذا قبل ان يكون هو يسرد التاريخ ديال 2014 انه حاضر، وان واحد الجزائري كان 3 عهاد
يعني 3 ولايات وهو رئيس الكونفدرالية الإفريقية، وهذه كذبة كبرى. لأن اللي كان رئيس موسي العمدي لا 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 شوف تاريخ الكونفدرالية الإفريقية التأسيس هو الرئيس التاريخي المغربي 1968. احنا عندنا سنة من العمر ديالنا تولى هذا التأسيس هنا في الدار البيضاء في المملكة المغربية، ورئيس الكونفدرالية والحاج حميد العوفير الرئيس التاريخي ديال جامعة المصارعة التي تأسست كثالث جامعة بعد الاستقلال. إذا هنا هذا الرجل الكذبة الكبرى أولا كيقول 3-1 مع عمرها كانت. ثانيا أنه لم يحسن حتى إلى صديقه وهو تحت الثرى، يعني الرجل الذي دفع به هو شباح رباح، واحد الشخصية فدة مات في كوفيد وبكينا عليه ولم يترحم عليه في الكلام ديالو، باش تبان لك العقيدة أنها تمتد إلى كثير من الأمور المسيئة. يعني هذا رباح شباح اللي كان صديق ديالو قبل أن يتولى حقيبة الوزارة، واللي هو إطار ديال الوزارة، فعلا ترشح في المسار ديال 2014. والكذبة الثانية أنه ترشح بتزكية من مديرية الرياضة في وزارة الرياضة الجزائرية قبل أن يتولى هو الحقيبة، ثم أن الشخص اللي كان أمين عام ديال 28 سنة واللي غيجيب 3 الأصوات يعني ترشح بانتداب، واللي نجح في اللائحة ديالي أنا هو شباح رباح، وبتزكية منا وبمباركة منا في إطار أننا كنا دعاة المحبة الصادقة بين الشعبين الشقيقين، وأننا كنا من دعاة أن تكون الرياضة في منأى عن مخاطر السياسة والتسييس. إذا حنا دابا هما كانوا جوج اللي ترشحوا، من الجزائر منتدبين بجوج، واحد جاب 3 أصوات وواحد دخلتيه معاك، وواحد مشى في التشكيلة ديالي أنا وحصل على أغلبية الأصوات. وهنا القانون ديال الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي أنك يقدروا يترشحوا جوج من بلد واحد، وأن اللي جاب أكثر عدد ديال الأصوات هو اللي كيدوز. هو اللي كيدوز. إذا ها الكذبة الثانية. الكذبة الثالثة أن هذا الرجل أولا ما احترمش التاريخ، ما احترمش نفسه، لأن ما قبل أن يتولى حقيبة الوزارة، ويجب أن أكون صادقا معك الأخ العمري، أن هذا الرجل كان يعلن علنا ورسميا أنه محب للمملكة المغربية، وأنه كان يقاسمنا العديد من الأمور، حتى أن له قصة أنه كان على أهبة أن يتزوج فماتت زوجته فتأثر، وإحنا شاطرناه الحزن حول هذه القصة ديال الحب، وكنا كنبقاو معاه ليلة كاملة بيضاء من أجل أن نشاطره الحزن باش نخفوا عليه من التجربة ديالنا ومن كذا. بل أكثر من ذلك أنه زار المغرب وهو يقول لي أن جدته مغربية، كما فعلت الصحفية الشهيرة وفاجأت صديقنا الصحفي في قناة سبور مني قالت له أنا جدتي من طنجة. يعني فاجأ هذا الولد هذا كان يقول أن جدته مغربية وأنه يحب المغرب، ثم جاء إلى الجزيرة ودخل إلى بيت قيصوف نور الدين الرئيس السابق الدفاع حسن الجديدي، وجلس وسط أسرته يتناول الغداء ويقاسمون ما يوجد على الموائد، وكأن الود ثابت. ولكن بل أكثر من ذلك، قبل أن يكون وزيرا هو رئيس الجامعة ديال الجزائر ديال المسيفة، وأنا ترشح معي في اتحاد الكونفدرالية الإفريقية ليكسا وزير الثقافة السنغالي، وكان رئيس كونفدرالية الإفريقية، أنه حصل على 7 أصوات في مقابل أنني حصلت على 21 كونفدرالية داعمة لي. وأثناء تلك الهزة ارتبطت بعلاقة الود مع هذا السنغالي الشهم